مر الأسبوع ثقيلا على كليهما، فحسان يخشى رفض والدها، وميادة تؤكد الأمر. فالرجل العجوز الذي طلب يدها غني ولديه أملاك كثيرة ومن أهالي ماردين، خوفهما كان بمحله. فها هو شورش وحسان يخرجان من بيت والدها وهما غاضبان لدرجة الانفجار، حتى أصبح شورش يكلم نفسه في الشارع بصوت عال: هذا بائع وليس بوالد، فكيف يطلب منك مهرا مقداره 10,000 ليرة تركية، ونحن قد قلنا له بداية بأنك لا تملك سوى 4,000. الطمع أعمى عينيه لدرجة أنه لا يهتم بما تريده ابنته، لأنه يعلم أنني لا أقدر على دفع هكذا مهر، لذلك طلبه. وللعلم هذا الرجل العجوز في الغالب لا يستطيع تطليق زوجته المقعدة خوفا من أهلها ومن العداوة التي يمكن أن تحصل بينه وبين أهل زوجته. أعلم ذلك، ولا يوجد سوى حل واحد أمامكما: أنجدني به لأجل الله. وضع يده على كتف شورش: أن تتزوجا وتغادرا هذه المدينة، ولكن دعنا نسأل الأستاذ، فقد اقتربنا من مكان عمله. يجلس الثلاثة. شورش يشرح للأستاذ موضوعه من الألف إلى الياء، وبأنه اقترح على حسان بأن يتزوجا ويغادرا المدينة. يتوجه الأستاذ لحسان قائلا: ما قاله شورش صحيح، وحتى لو كنت تملك 10,000 ما كان والدها زوجك إياها، لأن الغلبة مع العجوز الدسم. وقد سمعت عن حالات مماثلة: آباء باعوا بناتهن لرجال من تركيا وندموا بعد ذلك، لأن الفتاة تتحول إلى خادمة للزوج وزوجته، وفي أفضل الحالات تترمل باكرا. لذلك إن وافقت حبيبتك تزوجا وغادرا المدينة. وكما قال شورش بأنك تعمل في مكتب للترجمة، وأنك تجيد اللغة التركية بالإضافة للعربية، وستجد فرص عمل كثيرة في إسطنبول، فهي مدينة كبيرة وفيها الكثير من اللاجئين السوريين، وما معك من نقود يكفيكما شهرين وأكثر. بذلك تكون قد تزوجت من الفتاة التي تحبها ومنعت جريمة محققة، وهي زواجها من ذلك العجوز، وبالحب ستكملان حياتكما. يشكرهما حسان ويتمنى عليهما مساعدته. جاري شيخ وسيعقد قرانكما، وأنا والشورش نشهد على الزواج، وإياك أن تترك حبيبتك، وإلا عشت طوال عمرك نادما. ونحن عندما خرجنا للشارع ونادينا بأعلى صوتنا مطالبين بالحرية، كنا نقصدها بكل ما تعني الكلمة من معان. الحرية لا تعني فقط التخلص من الحاكم وظلمه، بل من المفاهيم البالية التي تحكم مجتمعنا. اذهب، وعندما تقرران فأنا وشورش جاهزان. يغادرهما حسان وهو مقتنع بكلامهما، ولا يوفر وقتا، بل يتصل بميادة ويتفق معها على موعد خلال اليوم التالي في المقهى البعيد عن بيتها في ماردين القديمة على طريق مشفى الأسنان. يجلس الاثنان متقابلين في المكان والزمان المحددين، ويلاحظ حسان مدى الحزن واليأس في عيني ميادة، فيمسك بيديها الناعمتين نعومة الأطفال قائلا: ميادة، أيا غصن الزيتون وشجر الياسمين، أيا رفيقة الأحلام والأحزان، بك تحلو اللحظات وينقلب اليأس أملا جميلا خرج من خاصرة الفرح. أيا شجر التفاح على قمة جبل لم يلمسها إنسان، لا أستطيع تركك. إن ابتعدت عني أصير قمرا بلا نور، وردة بلا رائحة، سحابة لا ظل لها. تدمع عيني ميادة وتقول بكل حزن: وهل تظن بأنني أستطيع العيش بدونك، وأنت الساكن في أعماق وجداني وصاحب الرؤى في أحلامي؟ هل تظن أن ينعم أحد غيرك بهذه الروح التي خلقت لأجلك؟
وهذا الجسد الغض الناعم لن يلمسه وينعم به سواك. بيديك سيصبح أجمل وأنعم، ليكن تحت التراب إن لمسه غيرك. وشعري هذا الذي لم يره سوى عائلتي لن يراه أحد سواك، لن يحظى أحد بشرف ملامسته إلا أنت. وإن لم يكن لنا نصيب باللقاء فأعاهدك بأن شعري سيكون محرما على غيرك أيضا. ولكن ما عساي أن أفعل وقد قرر أبي ما قرره؟ يبدو أن الحياة تحرمنا من كل ما هو جميل ومرغوب. يضع حسان يده على فمها قائلا: سنتزوج ونغادر إلى اسطنبول. تترك ميادة يده مبتعدة تقول بدهشة: وأبي وسمعتي بين أهلي؟ لا، لن أفعل ذلك. هنا يبدأ حسان بالتكلم بهدوء لامتصاص صدمتها. اسمعيني حبيبتي، كلانا قرر ألا تكون هناك حياة له دون الآخر، ونحن منذ سنين نحب بعضنا بعضا، ولا توجد قوة تستطيع أن تفرق بيننا. والدك عنيد وطماع لدرجة الجنون. لا يوجد حل سوى هذا، فانصتي لقلبك ولا تتركيني في السحاب بين الغياب، فأنا طفل عار أخاف البرد والظلمة، وأنت الشمس والنور، ولا أريد من هذه الحياة سواك. الوطن ضاع وأنت وطني، فلا تتركيني بدون وطن. تمسك ميادة بيده قائلة: ولكنني أخاف، فالعادات لا تسمح بذلك ولا الدين. يعترض حسان على كلامها قائلا: أنت متعلمة وتقولين ذلك، فما بالك بغيرك؟ ومتى كان الدين يمنع زواج اثنين بلغا سن الرشد؟ إلا إذا كنت تجدينني لا أتمتع بالأخلاق. حاشاك، تقولها بكل ثقة، فمنذ أن عرفتك لم أرى منك سوى حسن الخلق، ولا أتذكر يوما بأنك طلبت مني شيئا خارج حدود الأخلاق. إذن اليوم سأنهي علاقتي بالمكتب، وغدا صباحا سنذهب للأستاذ كي يجلب شيخا ونتزوج بشكل شرعي. ومن هو الأستاذ؟ إنه الرجل الصح في الزمن الخطأ، وغدا تتعرفين عليه. في اليوم التالي تخبر ميادة والدتها بأنها ستذهب للتسجيل في دورة اللغة التركية، وأنها ستتأخر قليلا. رجفة صوتها أدخلت الخوف إلى قلب والدتها، لكنها تعلم بأن ابنتها لم تكذب عليها. قبل ذلك تلقي ميادة نظرة الوداع على الجميع وتخرج من البيت دون أن تأخذ معها شيئا من حاجياتها كي لا تلفت نظر الأهل. في بيت الأستاذ يتم الزواج بحضور شورش، والشيخ يطلب من شورش إيصال العروسين إلى مركز انطلاق الباصات، وكان قد دفع أجرتهما حتى اسطنبول هدية زواجهما. لم يستطع والد ميادة فعل شيء، فابنته بالغة، رغم أنه تقدم بشكوى اختطاف ضد حسان، وبذلك خسر ابنته وخسر الرجل الممتلئ. بعد الشهر من الزواج يهاتف حسان الأستاذ ليشكره ثانية، ويخبره بأنه وجد عملا براتب جيد لدى مكتب للترجمة. حينها يشعر الأستاذ بسعادة كبيرة، ويقول لنفسه: سأبقى أفعل ما أنا مقتنع به، ولن ألتفت لكلام الناس، فقد أضعت عمري لأجل المبدأ، ولن أتنازل عن شيء، ولا شيء في الحياة يستحق أن أتنازل عن مبادئي لأجله. ولو تنازلت قيد أنملة لعشت في الوطن مليء الجيب خاوي النفس، ولعشت هناك كذلك بوجود العديد ولعشت هنا كذلك بوجود العديد من الجمعيات والمنظمات التي ترتزق على معاناة أهلنا في الداخل. إذن لتمضي الحياة بائسة مع راحة الضمير، أفضل من أن أضع رأسي على وسادتي وأنا أعلم بأنني أخذت حصة رضيع جائع، أو أم ثكلى، أو أب حائر. يكفيني فخرا عندما أموت أن يقول الناس لأولادي: رحم الله والدكم، كان رجلا شريفا. لا أحد مرتاح في عيشته، فالذي في الداخل يريد ترك الوطن، إلا إذا كان له دخل كبير يحفظ كرامته ولا توجد في منطقته اشتباكات.
والذي في الخارج يريد أن تضع الحرب أوزارها كي يعود للوطن ويترك حياة اللجوء. وشورش الذي ضاقت به الدنيا أصبح يفكر بالهجرة إلى أوروبا، وخاصة أنه يرى دوما على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من اللاجئين ينشرون صورهم بلباس أنيقة وبيوتهم مرتبة وجديدة ولا تشبه البيت البائس الذي يسكن فيه، وكأن هؤلاء اللاجئين لا يعملون وراتبهم كبير ولا ينقطع، فيستغل ليلته بمحادثة صديقه خليل الذي هاجر منذ عام إلى ألمانيا، وشورش يثق به وبكلامه. بعد السؤال عن صحته يطلب منه النصيحة بخصوص الهجرة. يبدأ خليل الكلام يقول: صديقي، كنت في مخيم دوميز للاجئين في إقليم كردستان العراق، وكما تعلم بأنني حلاق، وكنت قد فتحت محلا للحلاقة في المخيم، وعملي كان يجلب لي دخلا ممتازا، ولكن بعض أصدقائي هنا صوروا لي بأن ألمانيا وأوروبا بشكل عام جنة الله على الأرض، وأنني سأتقاضى هنا أضعاف ما أتقاضاه من مهنة الحلاقة. كل هذا غير صحيح، فمنذ عام وأنا هنا قضيت منه 8 أشهر في المخيمات، والإقامة تأخرت كالكثير من الناس، والمصيبة أنهم منحوني إقامة لمدة سنة واحدة، وهذا يعني أنني لا أستطيع أن أبدأ بمعاملة لم الشمل، وهذه المعاملة تقدم للسلطات الموجودة في محل إقامتي وللقنصلية الألمانية في كردستان كي يعطوا الإذن لمجيء أولادي ووصولهم إلي، وأولادي يعانون في المخيم كون الأولاد صغارا، وأنا المعيل الوحيد لهم، وراتبي هنا بالكاد يكفيني. إقامة السنة لا تمنحك الحق في المطالبة بلم الشمل لعائلتك. الواقع ليس كالسماع من الناس، فبمجرد الحصول على الإقامة تشعر وكأنك في الكلية الحربية، لأن مركز العمل الجوب سنتر، وهو المكتب الحكومي المسؤول عنك وهو من يعطيك المساعدة المادية أي الراتب، دائما يرسل إليك بريدا من أجل المواعيد، ولا تستطيع التخلف عن الموعد لأنهم سيخصمون من راتبك مبلغا من المال، وعليك أن تذهب للمدرسة لتعلم اللغة الألمانية، ولا تستطيع التغيب عنها إلا بتقرير طبي أو عذر آخر تقتنع به المدرسة، وإلا قطعوا عنك الراتب. وبعد الانتهاء من المدرسة يجب أن تجد عملا. مشكلة بيوت الإيجار يعانيها كل لاجئ تقريبا، وخاصة في المدن الكبيرة، فيضطر المرء إلى الاتجاه إلى سماسرة البيوت الذين يستغلون حاجة اللاجئ ويطلبون منه الكثير من المال، وهؤلاء السماسرة في غالبيتهم سوريون، سواء من كان هنا منذ سنين عديدة أم من جاء حديثا وتعلم اللغة ودخل في هذا المجال السيء. أكثر فئة تضررت هم الشباب يا صديقي، فالشاب الذي جاء وحيدا دون عائلة تراه يعاني الاكتئاب من الأمور التي ذكرتها لك، كما أن الكثير منهم ضاع مستقبله الدراسي في الوطن. وأرى بعيني وأسمع من الأصدقاء بأن نسبة كبيرة من شبابنا قد أدمنوا الكحول وتعاطي المخدرات. كل هذا عندما لا يتمتع الشاب بكثير من الوعي والإرادة، كما أنهم يجدون صعوبة كبيرة في الزواج مع غلاء المهور، فشعبنا لا زال متمسكا بهذه العادة، ولا أعلم كيف يطلب والد الفتاة الآلاف من اليوروهات مهرا لابنته وهو يعلم بأن راتب اللاجئ الشهري لا يتجاوز 400 يورو. كما أنني مصدوم من نسبة الطلاق العالية هنا بين السوريين، وأعزو سبب ذلك إلى أن المرأة ترى فرصتها في التخلص من قيود الشرق، كما أنها تأخذ راتبا كزوجها ولا تبقى تابعة له من الناحية المادية، كما أن الزوج لا يحاول أن يغير من عقليته، بل يتعامل مع زوجته في بلد الحريات كما كان يتعامل معها في الوطن. لذلك أسمع دائما عن حالات الطلاق الذي يكون الأطفال ضحية له. هل تسمعني صديقي شورش أم أن الاتصال انقطع لديك؟ أسمعك ولكني مصدوم. أكمل. تأخر الوقت لديك وربما لديك عمل غدا. كلا، غدا عطلتي. أكمل وخذ راحتك.
أما بالنسبة للعائلات التي أرسلت ولدها القاصر هنا كي يحصل على الإقامة ويقوم بلم الشمل لعائلته، تستطيع القول بأن هذا القاصر اندمج تماما مع المجتمع الألماني، ولم يعد ينفع عائلته إلا إذا كان واعيا جدا. كونهم يضعون القاصرين في مخيمات خاصة بهم، ومعهم قاصرون ألمان ويدرسون في مدارس الألمان، ولا يخضعون لدورات اللغة كما يخضع لها البالغون. بالمقابل، ليست الصورة سوداوية بكاملها، فهنا حرية الشخص وكرامته مصانتان، والقانون فوق الجميع، بعكس سوريا حيث القانون فوق الفقراء فقط. وهنا يوجد التأمين الصحي، ومن لا يستطيع العمل تعطيه الدولة راتبا، أي لا خوف من المستقبل، بعكس الوطن الذي كنا نخاف فيه من الغد، وبعكس كل دول الجوار السوري. وأنا قمت بتوكيل محامي من أجل تمديد إقامتي وتحويلها إلى 3 سنوات، وإن لم تأتي الموافقة فسوف أعود إلى أقليم كردستان العراق وأتابع مهنة الحلاقة. هذا حالي يا صديقي، ولا أقول لك بأن تأتي أو لا تأتي، ولكن أخبرتك بكل شيء كي تكون على بينة. يطلق شورش زفيرا طويلا ويقول: يبدو أن الشقاء كتب علينا أينما ذهبنا. وبعد كلامك هذا سأنتشل هذه الفكرة من رأسي. فهنا بالرغم من كل شيء نحن قريبون من الوطن، ونعيش بين أناس يتكلمون لغتنا، ومن المستحيل أن أترك أولادي هنا وأهاجر. وأتمنى ألا تنزعج من كلامي، ولكنني ضد هذه الفكرة، وأنت يا صديقي كان الله بعونك. كما أتمنى أن تتيسر أمورك بما فيه خير لك ولعائلتك، ودمت بخير. ينهي شورش المحادثة وهو حزين ويقول لنفسه: صدق المثل الكردي، بيت المرء قبره، والبيت هو الوطن، والقبر فيه الراحة. إذن لا راحة للمرء سوى في وطنه. يضع رأسه على المخدة مغلقا عينيه أملا في نوم عميق، خاليا من صوت الرصاصات وصراخ الأطفال في عرض البحار. كل ما يريده النوم، النوم فقط. صيف هذا العام مزعج جدا. يحس المرء بأن الشمس تكاد تقع عليه وتحرقه بنارها، وفي ظل الانقطاع المستمر للكهرباء تصير الحياة في الداخل أشبه بسجن يحترق. وما زاد معاناة الكثيرين هو مجيء شهر رمضان في هذا الفصل، ليتحول الصائم إلى قطعة قماش ناشفة عند الإفطار، لعدم توفر مياه باردة تبرد قلبه. أما الصائمون من الفقراء فهم الأكثر معاناة، فبعضهم يفطر على حساء العدس، وهذا بحد ذاته عقوبة. أما العمال الذين يعملون تحت الشمس طوال النهار فغالبيتهم لا يقدرون على الصوم. يبدو أن كل الفصول لا تناسب الفقراء. يجلس الأصدقاء الثلاثة في ظل حائط أحد مستودعات القمح أثناء فترة الاستراحة، يتبادل شورش وضياء الأحاديث. أما يوسف فيجلس على بعد 2 متر منهم، يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي على هاتفه المحمول. يسأل ضياء صديقه شورش: يا رجل، عندما ننهي عملنا نعلم بأن بيوتنا تتوفر فيها الكهرباء والماء، ومع ذلك لا نستطيع الصوم، ونشرب الماء هنا أكثر من 10 مرات، فما بالك بمن في الداخل، وكيف يستطيع الصبر حتى الإفطار؟ اسكت يا صديقي، فالبارحة اتصلت بأمي وليتني لم أتصل. لماذا؟ قالت: يا بني، نفطر على الماء الساخن. حينها لعنت الحدود وتمنيت أن أجتازها، وفي يدي قالب من الجليد يقاطعه ضياء. والمصيبة أن هؤلاء الناس كلما التقوا بأحدنا يسألون: هل يوجد في سوريا براد، تلفاز، سيارة، إلى آخره، وكأن وطننا كان صحراء. يضحك شورش. البارحة سألني أحدهم: هل توجد سيارات في سوريا؟ فقلت له: كلا، فأنا مثلا كنت فقيرا وأذهب للسوق راكبا على الحمار، والأغنى مني قليلا كان يركب البغل، أما الغني فقد كان يركب الحصان.
وصمت قليلا لأرى ردة فعله، لكنه صدق كلامي. أكملت وقلت له: اسمع، نحن لم نكن نقود الطائرات فقط، لأنه غير مسموح لنا بذلك، وتوجد لدينا كافة الآليات، وشعبنا ذكي جدا ويعلم ما يحدث في القارة الأمريكية والأفريقية بخلافكم، فأنتم لا تعرفون شيئا خارج حدود جغرافية وطنكم، وحتى الكثير منكم لا يعرف كثيرا من المناطق في وطنكم. شعر الرجل بالخجل من نفسه وأصبح يقول: لا تغضب، فقط كنت أمازحك، أما أنا فقد تركته ومشيت. صراخ يوسف يقطع حديثهما، فيقتربان منه بسرعة ليعلما سبب صراخه. يريهما الهاتف وفيه صورة لشاب وفتاة مقتولان بطريقة بشعة، والصورة منشورة في صفحات النشطاء من دمشق. يسأله الاثنان عن أصحاب الصورة وقصتهما، فيجيب يوسف بكل أسى: هما جيران لنا في دمشق، صديقي وأخته، ولهما والدان عجوزان غادرا دمشق منذ عدة أيام إلى القامشلي كي يعبروا الحدود إلى تركيا، وكنت متواصلا مع صديقي الشهيد حتى قبل البارحة، وقد كان سعيدا جدا لأن فرص العمل بالنسبة له كانت متوفرة هنا، فهو يتحدث الإنجليزية والفرنسية بالإضافة إلى العربية، ومجال عمله في المناطق السياحية واسع جدا. ولكن رصاص الجنود الأتراك قطع حلمه ومستقبله ونسل عائلته، فقد كانا الوحيدين لوالديهما، ويا حسرتي على الوالدين، فهما كما هو منشور هنا في العناية المشددة في إحدى مشافي القامشلي. يصرخ شورش: إلى متى سيستمر هؤلاء بقتل أهلنا الهاربين من الرصاص على الحدود؟ أليست كل المعارضة هنا؟ أفلا يستطيعون التدخل لدى الدولة التركية كي توقف هذا القتل الفظيع على الحدود؟ أم إن رغد العيش والرواتب العالية التي تتقاضاها تسكت أفواههم؟ وما هذا الازدواج الذي تعامل به الحكومة التركية السوريين؟ فمن جهة تستقبلنا وتوفر الخدمات الصحية لنا مجانا، ومن جهة أخرى تتعامل بالرصاص مع أهلنا الراغبين بالعبور. يطالبه ضياء بخفض صوته، أما يوسف فيقول متنهدا: ما فائدة الكلام وقد وقعت المجزرة؟ فكل الكلام عبث بعد هذه المصيبة. يصيح عليهم صاحب العمل بأن الاستراحة انتهت وعليهم العودة إلى العمل. يقوم الثلاثة وفي قلوبهم جروح ذلك الوطن الذي سقطت عليه كل المصائب، ولم تبقى سوى مصيبة سقوط الحجارة عليه من السماء.